السلام عليكم ملوكاتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده، ونقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. اليوم ان شاء الله راح نديروا هاد بيتزا كاري اللي جات فعلا بزاف خفيفه بمقادير بسيطه سهله التحضير، تقدري تمتم توجديها وفيها بنه الزمان تاع البيتزا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، تشاهدوا حتى الاخير وندوزوا مباشره لطريقه التحضير. اذا نبداو بسم الله. بالنسبه لمقادير العجينه، مقادير بسيطه اللي موجوده في كل بيت، يعني تقدري تحضريها بكل سهوله. هنايا وانا توجور نجيب لكم عجينه البيتزا اللي تكون خفيفه في الشفشه، والاهم من هذا تجي بزاف بنينه. هنا عندي رطل تاع الفرينه، معناتها 500 غرام تاع الفرينه. اللي ما عندهاش الميزان ندير 4 كيسان تاع 250 مليلتر معمرين. ومن المستحسن تكون الفرينه تاعكم من النوعيه الجيده، هكا باش تجي العجينه تاعكم شابه. عندي مغرف كبيره ونص تاع خميره الخبز، ومغرف كبيره ونص تاع لحظه ولا حليب بودره. هنا عندي مغرف صغيره تاع السكر كما راكم تشوفوا. نخلط كامل هاد المكونات مع بعض. بالنسبه للمقادير راح نكتبهم لكم كامل في صندوق الوصف، وراح ايضا نكتب لكم الوصفه ونحطها لكم هكا باش تقدروا تصوروها ولا تقدروا تدوها. هنايا عندي تاني مغرف صغيره تاع الملح. انا هاد المغرف الصغيره ما عمرتليش عيني، زدت هنايا شويه تاع الملح. نتوما ديروا مغرف تكون شويه كبيره تاع الملح. عندي تاني زوج مغارف كبار تاع زيت زيتون. اللي ما عندهاش زيت زيتون تستعمل زيت عاديه، مي بزيت زيتون حتجي بزاف بنينه، يعني تعطيها جو. هنايا ونلم العجينه تاعي بالماء يكون دافئ. وتوجور ننصحكم باللي العجينه تاع البيتزا توجور ديروها طريه، يعني تتلصق شويه في اليد هكا باش في الفور تقدر تخرج كامل هذيك الخميره اللي فيها. وبهذا احنا نربحوا باش تجينا هاد العجينه خفيفه وطريه ومامتو تجي بنينه. هنايا بعد ما جمعت العجينه تاعي كما راكم تشوفوا، قلت لكم خلوها شويه طريه. نبدا نتلك فيها حوالي 10 دقائق حتى وين تولي لي رطبه وتنسجم لي كامل هاد العجينه كما راكم تشوفوا. هنايا هاي لك العجينه تاعي بعد ما دلكتها كما راكم تشوفوا. حطيتها في الغيسيبيون وندير لها بابي فيلم الفوق ونخليها تخمر حتى وين يضاعف الحجم ديالها. والغيسيبيون هذاك ديروا فيه شويه تاع الفرينه. هنايا هاي لك العجينه تاعي بعد ما خليتها تخمر، خليتها يضاعف الحجم ديالها. اعطوها الوقت الكافي باش تخمر هكذا باش تجيكم عجينه في الشفشه كما راكم تشوفوا. الله يبارك طلعت لي مليح. هنايا انا ديغازيتها ولا خبطت لها كامل هذاك الخمور كما راكم تشوفوا. هنايا ومن بعد حليت العجينه تاعي عادي على حساب البلا تاعي باستعمال فرينه، والسمك تاعها هاولي كما راكم تشوفوا. انا هذا البلا كان شويه صغير، نتوما ماذا بكم ديروا في بلا شويه كبير وتحلوها مرقيقه مخشينه. هذه هي انا حليتها هكذا ومن بعد خليتها تخمر واحد 10 دقائق باش هنايا نقدر نحط لها صوص طوماط تاعي. صوص طوماط تاعي انا هذه طيبتها عادي، كرفش الطوماطيش، حطيت لها شويه تاع الثوم، شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع الملح وشويه تاع الزيت وورقه تاع رند. خليتها طيب حتى وين نشفت لي مليح وطفيت لها، يعني ما ضفت لهاش كامل الماء. وضفت لها مغرف صغيره تاع طوماطيش مصبره، سي بوغ سا جات هكذا حمراء. راح نحطها مباشره فوق العجينه تاعي ومن بعد نزيد نخليها تريح واحد الخمس دقائق باش ندخلها الفور. الفور تاعكم يكون مسخن مقبل على اعلى درجه عندكم في الفور، ربع ساعه تسخنوه مليح باش تدخلوا البيتزا تاعكم طيب. وماذا بكم تشعلوا لها الفوق والتحت، واللي ما عندهاش الفوق تشعلها لتحت كي طيب مليح تزيد تشعلها الفوق قسمه تنشف برك من الفوق ويحمروا لها هذوك الجوانب اللي في الطرف. هنا حيحطوا كميه لاباس بها تاع صوص طوماط، باسكو هاد البيتزا كاري تجي فيها غير صوص طوماط، حبه تاع الزيتون وشويه تاع المعدنوس من الفوق. ما يجي فيها لا فخوماج لا هم يحزنون، يعني تجي هكذا سامبل وراهي تتباع 15 دينار. يعرفوها كامل الجزائريين ولا معشوقه الجزائريين. صح بزاف بنينه، انا توجور كل ما نخرج ناكلها صراحه.
اذا هذه هي اليوم جبتها لكم باسهل طريقه، وتاني تجيب بزاف بنينه وتجي فيها البنه تاع الزمان. يعني كي تكون طيب هذه البيتزا تحسوا ولا تشموا بلي ريحه البيتزا تاع الزمان، هذيك اللي كنا ناكلوها كي كنا صغار، ولا كي كانت ماما طيبها لنا. هذه هي. اذا نسقموا كامل مليح هذيك. هنايا ومن بعد نحط حبيبه تاع الزيتون كما راكم تشوفوا على حسب الحبات كيفاش تقطعوهم نتوما. حطوا حبيبه تاع الزيتون والزيتون الكحل ماذا بيكم هكا باش تحسوا باللي صح درتو بيتزا كاري. نحط كامل الحبه تاع الزيتون، قلت لكم ندخلها طيب على 180 درجه، جوست ما يسخن الفور تاعكم مليح على اعلى درجه، تنقصوا له حتى ل 200 درجه وطيبوها عادي. انا هاي لك طيبتها كما راكم تشوفوا، غير خرجت انا ندير لها زيت زيتون، وانتم اللي ما تحبش هذه اللمسه ما ديرهاش. ودرت في الاطراف ودرت شويه في الوسط هكذا باش تجي البيتزا تاعكم تريح زيت زيتون. يعني جات ما شاء الله، نتمنى ان شاء الله برك تجربوها. وكلمسه اخيره درت لها شويه تاع معدنوس، انا هنا ما حبيتش ندير لها مايونيز، ما حبيتش ندير لها فرomاج، خليتها كيما تاع الزمان كيما نحبوها حنايا. هذه هي وجات بزاف بنينه، نتمنى ان شاء الله تجربوها. ودوك راح نقدمها لكم ولا راح نقسم لكم هنا مرسو باش تشوفوا هاد البيتزا تاعي كيفاش جات. يعني جات هايله بنينه، تم قاموا بها طاروا بها. هنايا هاي ليك البيتزا تاعي كيفاش جات، يعني ما شاء الله. انا برك هنا درتها شويه خشينه باسكو البلا تاعي كان شويه صغير، هذا ما كان. نتوما سيو رقوها، ديروا العجينه شويه رقيقه، ولا اللي تحبوها هكا ولا ولادها يحبوها هكا ديرها لهم هكذا. قدموها مع هريسه ومايونيز بزاف بنينه فطور ولا عشاء، يعني ما شاء الله خفيفه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها لاطفالكم. الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير تدعموني بجام وخلوا لي تعليقكم الرائعه المشجعه. نقول لكم نحبكم بزاف وشهيتكم في الجنه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي كامل الخبر في التعليقات، راني نستنى في تعليقاتكم. نقول لكم نحبكم بزاف، نتلاقى ان شاء الله في فرصه اخرى ولا في فيديو اخر، ومع السلامه. You asked for it, you got it. Hello everyone, thank you so much for the continuous support. Thanks to all the fans who suggested this one. If you like this video, like, subscribe and share. So much everybody want to hear next, and we'll see you in my next video.